أهلا بكم. علاش ما ربحناش؟ وعلاش كان الأداء ديال المنتخب الوطني سيء وغير مقنع؟ شكون المسؤول وفين كاين المشكل؟ في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الأسئلة في البداية بوضوح واختصار قبل ما ندخلوا في التفاصيل. المنتخب المغربي عنده لاعبين كبار وأسماء وازنة، لكن لعب بعشوائية وبلا تنسيق وبلا خطة، وهاد اللاعبين أدوا ما عليهم من حيث المجهود، ولكن عموما ما كناش فعالين في الهجوم وكنا ضعاف بزاف في الدفاع. بداية نذكروا شكون هما العناصر اللي دخلوا في التشكيلة الأساسية. طبعا ياسين بونو في حراسة المرمى، في وسط الدفاع نايف أقرد، جواد لياميق، أنس صلاح الدين كظهير أيسر، ونصير مزراوي كظهير أيمن. في وسط الميدان نائل العناوي، سفيان أمرابط، وعز الدين أناحي. في خط الهجوم إبراهيم دياز، إسماعيل صيباري، وأيوب الكعبي. الملاحظ هنا هو أن التشكيلة هي نفسها اللي لعبت ضد جزر القمر، مع تغيير واحد هو دخول الكعبي مكان سفيان الرحيمي. نبداو بالياميق. الياميق عادي، كيستغل البنية الجسدية ديالو، طول القامة والقوة البدنية، وقدر لا بأس به من الكفاءة، ولعب في فرق كبيرة ودوريات كبيرة، نذكروا منها مثلا الدوري الإيطالي والدوري الإسباني على الأقل. كاين ما أحسن منه؟ طبعا كاين، ولكن ما عيطش ليه الناخب الوطني. دار خطأ فادح وتسبب في ضربة جزاء. الخطأ وارد في كرة القدم، ولكن هذا الخطأ هو من نوع خاص، حيت كيبان بحال ديال اللعابة ديال الأقسام الصغرى ولا ديال المبتدئين ولا الهواة. لياميق ونايف كانوا معذبين في وسط الدفاع، لأن وسط الميدان الدفاعي اللي قدامهم ما عاونهمش بزاف. كنتكلموا هنا على مرابط، فملي يكون عندك الظهيرين كيطلعوا بجوج وكيساندوا الهجوم، فخاص يكون واحد مدافع صلب. مرابط ديال زمان مثلا، ولكن مرابط ديال اليوم مختلف تماما. ما دافعش مزيان وبان انه ثقيل في ردود الفعل ديالو، وما ساهم والو في الهجوم. كون سول المدرب اي واحد من الجمهور غيعطيه داك الجواب اللي عليه اجماع: خرج مرابط، رجع في بلاصتو العناوي، وزيد واحد في وسط الميدان الهجومي، الخنوس مثلا. هاد الشيء ما دارو حتى للدقيقة 82 حتى فات الفوت، يعني تغيير ما بقى عنده حتى شي أهمية تقريبا. مشكل كبير كان في وسط الميدان. فإذا كان أمرابط ما أداش دوره الدفاعي وما ساهم بوالو في الهجوم وتقل اللعب، فتقريبا نفس الأداء غادي نقولوا على عز الدين أناحي. غير عز الدين أناحي الناس كتخلط ما بين الأناقة وهذاك لو جو إليغون اللي فيه المهارات وداك الشيء، وما بين الفعالية والمردودية. عز الدين أناحي مع الأسف كيكون مردوده ضعيف غالبا. غالبا مع ذلك كنا لاعبين دفاعا وكيساعد في تخرج الكرة، بحال في المونديال ديال 2022 كان هو وحكيمي وزياش كيخرجوا الكرة بضربات ديال دقة دقة، كدوز الأمور مزيان. ولكن ملي كتبغي تبني هجمات وتعول على أناحي، فأناحي ما كيشوفش الميدان كامل، كيلعب صغير دقة دقة، كيحاول يدريبلي، ما كيفرقش اللعب على الأطراف، ما كيهاجمش ويتجاوز اللاعب اللي أمامه، ما كيقذفش بمباغتة إلا نادرا. فكنعطيوه أكثر من حقه لأنه رقيقي في اللعب، فكنعتبره أنه مهم. لا، ممكن يكون اللعب بطريقة أسهل. أنا ديما نقارنه مع الخنوس، يبان لي الخنوس أفيد، كيقلل من الاحتكار ديال الكرة، وكتكون الفعالية ديالو أحسن. غلبونا في وسط الميدان، وكان هذا هو مفتاح اللعب، فباستثناء العناوي ما أداوش الدور ديالهم باقي اللاعبين اللي ذكرنا. وفي الهجوم كان عندنا ضعف كبير عند إسماعيل الصباري، مع الأسف لاعب واعد وعنده مؤهلات، ولكن يمكن ما جاهزش، يمكن ما ملعبش في البوست ديالو. المهم
إسماعيل الصيباري كان ضعيف جدًا، ضيّع إصابة واضحة قدّام الشبكة ما فيها لا حارس لا والو، ضربها فوق الشبكة وهو الكعبي بزاف ديال العرضيات دازو ما عرفوش يضربوهم بالراس بالخصوص وما عرفوش يتموضعوا داخل منطقة العمليات. نقدروا نقولوا أن الصيباري ومرابط ما كانش خصهم كاع يكونوا في التشكيلة، ولكن حتى التغيير ديالهم ما دارش في أسرع وقت ممكن، لأن بان أنهم خارج الإطار ديال اللعب وبعاد جدًا عن المستوى ديالهم أو المطلوب منهم، ما تغيّروا حتى للدقيقة 82، إضافةً لأن بلاصة السيباري راه فيها الزلزولي وفيها رحيمي نفسه يقدر يلعب تما كجناح أيسر ويساعد الهجوم، لأ بقى لاعب حتى للدقيقة 82 ما تفهمش علاش، وحتى ملي دار التغييرات الأولى في الدقيقة 71 خرّج دياز ودا الصيباري في بلاصة دياز، يعني دياز ما لعبش مزيان في نظره والصيباري غادي يعتق الموقف وغادي يكون رائع تما مكان دياز، ما تعرفش هاد العلم هذا منين كيطيح على المدرب. وعمومًا فاللعابة سواء اللي أداو واللي كانوا في المستوى ولا اللي كانوا ناقصين، داروا اللي عليهم ولعبوا بجدية وبإلحاح وتقاتلوا في الميدان، ولكن إلا عندك مدرب عاطيك لا خطة ولعب بلا تنسيق وبعشوائية فالنتيجة معروفة. نرجعوا للأسئلة ديالنا، علاش ما ربحناش وعلاش ما لعبناش مزيان وفين كاين المشكل؟ المدرب أي مدرب خصوصًا إلا كان ناخب وطني كيكون عنده عدد هائل من الاختيارات والدور ديالو الأول هو أنه يختار أحسن اللاعبين في مراكزهم. السؤال هو واش اختار الناخب الوطني في هذه البطولة أجود اللاعبين؟ الجواب لا، كاينين لاعبين يستحقوا يكونوا في المنتخب الوطني، وهذا ماشي رأيي شخصي، هذه أمور مأكدة بالأدلة والبراهين. واش كاين لاعبين ما يستحقوش يكونوا في المنتخب؟ طبعًا كاينين، بلا ما نذكروا الأسماء، كنقصد اللاعبين غير الجاهزين واللي أثّر عليهم عامل السن، لأن في هذا المنتخب باستثناء الخنوس وبن صغير ممنوع على شي لاعب شاب في بداية العشرينات أو في قبل منها بقليل أنه يطمع أو يفكر يلعب في المنتخب الوطني، إلا عيط ليه كاع المدرب فكيقول ليه غير باش تجي تشم العُشب، واش في هاد البطولة كاينين شي لعابة جاو باش يشموا العُشب؟ كاينين طبعًا، أيت بودلال وأخماش والطالبي غير جاو باش يشموا العُشب، وقبل منهم جا آدم أزنو ويوسف الخديم وزكريا الواحدي، أما أبطال العالم فحتى هُما ما يستحقوش يكونوا أبطال العالم، وخصوصًا 4 إسماعيل باعوف وعثمان معمّة وياسر الزبيري خصوصًا وسط الميدان الأنيق والقوي واللي محتاجين لهذاك النوع من اللعب ديالو، واللي بيّنوا في المونديال السابق حسام الصادق، وكيلعب غير في الرباط حداه ومخرّج من الأكاديمية ودابا كيتفرّج في المدرجات. هادو غير الشباب، أما المقصيون والمنسيون والمظلومون فاللائحة طويلة. أول حاجة مطلوب من المدرب الناخب الوطني يديرها هي أنه يختار اللاعبين المستحقين اللعب في المنتخب الوطني، اعتمادًا على الكفاءة والجودة والجاهزية، ما كاين لا صاحبي ولا هذا لاعب والفناه ولا قديم معانا ولا قدّم خدمات للمنتخب، كاين غير واش كوايري ومحتاجينه ولا ناقص وغير جاهز وغير وكفاءته قليلة بالمقارنة مع اللي يلعب في بلاصتو. تاني حاجة هي هاد اللعابة اللي اختارهم المدرب خصو يخلق بيناتهم الانسجام والتكامل ويوضع ليهم خطة يمشيو عليها باش يستافد من الماكسيموم من المميزات ديال كل واحد منهم، عاد كتجي التشكيلة المناسبة لكل مقابلة. الفريق ضروري يكون عنده نواة يتم الحفاظ عليها والباقي كيتغير حسب ظروف كل مقابلة، وأثناء المقابلة المدرب القدير خاص تكون عنده الشوفة ويعرف كيف يسير المقابلة ديالو ويجري التغييرات اللازمة.
كاين لعاب كيعيا، كاين لعاب ماشي في نهارو، كاين لعاب مناسب لخصم معيّن، كاين بزاف. وهنا فين كيبان الفرق بين مدرب عنده الشوفة وكيغيّر وجه المقابلة من يحتاج للتغييرات، ومدرب واقف كيشير وكيغوت وكيجيب الكواري للتوش، يعني داير خدمة ديال راماسور. والفوضى اللي كانت داخل الميدان بين اللاعبين كانت أيضا في بنك الاحتياط، كلشي كيغوت، كلشي كيشير بيديه، كلشي كيعطي التعليمات، خطة أوكان سا بلاص ولا خطة لا خطة. اللاعبين خرجوا متدمرين، الجمهور متدمر، المتابعين، الصحفيين، النقاد، الفاهمين في الشأن الكروي. الوحيد اللي عجبته المقابلة وكان سعيد بها حسب تصريحه هو وليد الركراكي. كل شيء كان هو هذاك، لعبنا مزيان، سيطرنا على الملعب، جرينا الخصم، خلقنا فرص. واللي شاف شي حاجة أخرى من غير هاد الشيء راه غير حيت ما كيفهمش في الكرة. الوحيد اللي كيفهم في الكرة هو وليد الركراكي، ما يقدر يسولو حتى شي واحد، ما يقدر حتى شي واحد يدخل معاه في المجال التقني، لأنه هو الوحيد اللي كيعرف اش كيدير في هذا الميدان، والآخرين دورهم خصو يقتصر على أنهم يساندوه. التعامل فيه كتير من العجرفة والغرور وقصوحة الراس، وحتى ملي العمل ديالو كيجيب نتائج إيجابية فما كتكونش بديك الحلاوة المطلوبة، حيت كدوز في جو مكهرب. الكرة راه أصلا غير لعبة، يعني مبنية على المتعة وحلاوة الروح وجو البهجة، لكن من اللي لا نتائج لا إقناع بجودة المنتوج، ومن فوق هذا الشيء العجرفة وقصوحة الراس، ندير اللي بغيت ونعطي مردود ضعيف ولا تافه وما يدوي معايا حتى واحد. علاش المنتخب ديالك بوحدك؟ منتخب راه ديال المغاربة كاملين، المغاربة اللي قلتي لهم إلا كنتو غتجيو وما ديروش المساندة الكافية حتى ما يسمعونيش اللعابة داخل الميدان، ما ندوي معاهم حتى بين الشوطين، فبلا ما تجيو. علاش هاد العجرفة كلها؟ اختيارات غالطة وخطة مخربقة ولا لا خطة، وفي تصريح بعد المقابلة عجبك داك الشي وشفتي بأننا درنا مقابلة جيدة. الله يهديك، راحنا كنتفرجوا بعينينا ماشي بودنينا. التشكيلة اليوم أصلا كانوا فيها أخطاء، ولكن ملي جا يصلحها كفتها أكثر. فبقينا من الدقيقة 71 بعد عاد بدينا التغييرات، بقينا غير دخل انت خرج انت، لعل وعسى توقع شي حاجة. ما وقع والو، بالعكس حفظنا الله، كانوا غيسجلوا علينا حيت كملنا المقابلة بربعة المدافعين تحولوا إلى مهاجمين، واحد في وسط الميدان العناوي تا هو مهاجم، وخمسة د المهاجمين مزاحمين، رحيمي، بن صغير، الخنوس، الزلزولي، والنصيري. الحمد لله أننا ما خسرناش، وراه تقريبا تأهلنا واخا كأحسن ثالث، وباقي عندنا مقابلة زامبيا اللي يمكن نربحوها ونحتلوا صدارة المجموعة. الإنسان كيحتار في بحال هاد الظروف هادي، خاصو يساند المدرب، لأن ماشي وقت النقد اللاذع دابا، ولكن ملي كتشوف بأن الفريق غادي للهاوية بحال كتساهم أنت في هذا الفشل. وعموما نتمناو يكون خير. بان أن المدرب عنده مسؤولية كبيرة في تدهور أحوال الفريق. كان ممكن يتغير قبل هذه البطولة؟ ممكن. واش ممكن يتغير دابا في وسط البطولة؟ حتى هي ممكن، واخا صعيبة. نتذكروا الكوت ديفوار في البطولة ديال إفريقيا السابقة، خسروا المقابلات الأولى ولعبوا بطريقة خايبة وكانوا غادي يتقصاو، بدلوا المدرب وسط البطولة فازوا بالكاس. ومع الأسف راه سمعة الكرة المغربية اليوم على المحك. عندنا هاد اللاعبين كلهم لاعبين ممتازين اللي جاوا المنتخب واللي تم إغفالهم. آه، عيب أننا ما نديوش هاد الكأس، عيب. والله يجيب اللي فيها الخير. إلى اللقاء.